ايه حكاية المدير الفني لنادي الزمالك؟ ببساطة انا من بقالي يومين 3 عمال اقرا اسماء، وبنروح نسأل، يعني رحنا سألنا جروس قالوا لا مفيش جروس. طب في فايلر قالوا لا، يعني ما اتكلمناش مع فايلر. طيب موسيماني النهارده بقى من الساعة 3 4 العصر كده مصر كلها او في ناس كتير قوي على السوشيال ميديا بتكتب ان موسيماني مجلس ادارة نادي الزمالك بيطمئن على صحته، اصل في ناس من نادي الزمالك مفيش الكلام ده يا جماعة. هو يعني انت لو هتجيب مدرب انت تقعد تتفاوض، اصل حالته الصحية بعد الاقالة اللي حصلت له. فموسيماني مش على رادار نادي الزمالك، لا هو مش حتى الان مفيش مفاوضات بينه وبين نادي الزمالك، وكل اللي بيتقال من كمدربين هو مجال للكلام. يعني هتقولي ان المدير الفني القادم نادي الزمالك مش من الاسماء المطروحة، هو في اسماء مطروحة لكن مش هي دي. الزمالك بيفكر في ناس تانية خالص، وبيفكر يعني الفكر الاكبر انه يجيب اسم ينسب لنادي الزمالك والمجلس ادارة نادي الزمالك واختيار لجنة الكورة حاليا او المشرفين على الكورة، ان هم راحوا اختاروا وجابوا الراجل ده. اسم جديد وارد نشوف اسم جديد، اسماء من اللي قبل كده مطروحة لكن مش بالقوة او بالاكتر او بالتصويت الاكتر ان الناس عايزاها. يعني الكلام اللي احنا بنقراه على السوشيال ميديا النهارده هو كلام سوشيال ميديا فقط، والزمالك بيفكر انه يبني فريق، فعايز الراجل يجي من دلوقتي يقعد يبني الفريق، يحل المشاكل المادية، الغرامات، كل الحاجات دي. فالزمالك عايز يركز، لكن اللي احنا بنقراه ده لا هو مش صح للأمانة. واللي احنا بنشوفه ان كل شوية واحد يقولك ده في كذا جاي الزمالك، ده في كذا. الاسماء او ال3 اسماء الاكتر انتشار اللي هم موجودين دول مفيش ولا واحد منهم حتى الان الزمالك دخل فيهم في مفاوضات انه يكون المدير الفني للفريق.